السلام عليكم، دلوقتي هاتكلم معاكم عن LinkedIn مش بس إنك تدوّر على وظايف من عليه، ولكن هو كمان وسيلة قوية جدًا إنك تبني الpresence أو الحضور بتاعك بالنسبة للناس، وتعرّفهم أنت بتشتغل إيه وبتعمل إيه بالضبط في حياتك، تمام؟ ده هيفيدك على المدى البعيد. طيب خلّينا دلوقتي نبدأ سريعًا ناخد بصّة على الprofile بتاعي، وهاحاول إن أنا يعني أدّيك كام tip كده تساعدك إن هو الprofile يكون كويس بإذن الله. فأول حاجة هي الprofile picture يُفضّل إن هي تكون صورة بالنُص اللي فوق تمام، ما تكونش صورة كاملة، تكون واضح فيها وشّك، ويُفضّل إن هي تكون الخلفية بتاعتها سادة سواء بيضا مثلًا أو أيًا كان اللون، فيُفضّل إن هي تكون صورة موضّحة ملامح وشّك بشكل كويس. بعد كده خلّينا نخش على الtitle الheading ده مهم جدًا. لو أنت شغال في مكان فخلاص هتحط الtitle بتاعك وهتحط المكان. طيب لو أنت لسه بتدوّر على شغل، مهم جدًا إنك تحط الskills اللي أنت بتدوّر عليها، لو بتدوّر على شغل بReact مثلًا فهتحط إنك React بعد كده front end developer/React/TypeScript مثلًا يعني تمام. ليه؟ لإن لمّا بييجي الrecruiter يدوّر أو يsearch على ناس React front end developer فبتظهر له الheading أو الtitle ده بيساعد في عمليات البحث. طيب خلّينا بعد كده نخش على الsummary اكتبه بالطريقة بتاعتك، اكتب الexperience بتاعتك وأنت مين وعملت إيه والكلام ده كلّه، وادّي لChatGPT يعمل لك rephrasing ليه بشكل كويس، تمام؟ طيب هنا الfeatured posts دي الposts اللي أنت نزّلتها قبل كده وجابت reach كويس مثلًا أو شايف إنك محتاج تثبّتها، فبتحطها في الfeatured posts هنا. طيب بعد كده بالنسبة للexperience هتحط فيها كل الشغل اللي أنت اشتغلته، تمام؟ طيب هتحط برضه الskills بتاعة كل شغلانة، أنت شغال هنا مثلًا view فهتحط view وهكذا، تمام. طبعًا الeducation هتحط الكلية بتاعتك، ولو خدت أي certifications هاحطها هنا الlink بتاع الcertification، وهنا لو دخلت أي student activities في فترة الكلية برضه فهتحطها في الجزء بتاع الvolunteering ده. في ناس بتحط الvolunteering أو الstudent activity في الexperience وده مش صح. سواء هنا على LinkedIn أو حتى في الCV يعني تمام. طيب بالنسبة للskills برضه زي ما قُلت لك هتحطها كل الskills اللي أنت عارفها ودي مهمة لإنها بتظهر برضه أو بتساعد إن بروفايلك يظهر في عمليات البحث للrecruiter. فحُط كل الskills اللي أنت اشتغلتها. طيب تجيب الskills دي منين؟ ممكن تخش عند الjobs نفسها، يعني لو دخلنا هنا على الtab بتاعة الjobs هتلاقي jobs تمام. هتلاقي front end jobs الjobs اللي أنت متارجتها، هتشوف الresponsibilities بتاعتها وتجيب الskills من هناك وتحطها عندك. بس يعني بكل بساطة. recommendations ممكن تكون مفيدة، أنت تقدر إنك تطلب من الناس إن هم يعملوا لك recommendation أو تضيف عند حد recommendation، حد أنت اشتغلت معاه أو دخلت معاه student activity أو أيًا كان يعني تمام. فده باختصار كده لفة سريعة على الprofile، ما أعتقدش إن في tips تانية ممكن نقولها، حاول بس تضبط الprofile. طيب بالنسبة بقى للtips العامة، هي إنك تحاول تنزّل post دايمًا بشكل منتظم. الpost دي تكون من تجارب أنت بتمُر بيها، يعني لو أنت عملت project شاركه مع الناس، اشتغلت حاجة freelance شاركها، اشتغلت في شركة شارك، الكلام ده كلّه تمام. طيب في حاجة technical برضه أنت لسه متعلمها، شارك ما فيش مشكلة، في ناس كتير بتستنى إن هي تكون أجمد حد، يستنى إن هو يكون senior عشان يبدأ ينزّل post، ده مش شرط تمامًا، تمام. نزّل حاجة ما دام هي صح وأنت متأكد إن هي صح، ممكن تفيد حد تاني، فنزّلها عادي ما فيش مشكلة، ومن باب إنك بتعرّف الناس إنك بتتعلم كذا وإنك راجل active وبتذاكر دايمًا يعني، حلو؟ فبس. بس برضه خلّي بالك من نقطة، مش معنى إنك لازم تنزّل post بشكل دوري مثلًا كل أسبوع أو حاجة، إنك تروح تجيب posts من ChatGPT أو من Medium أو كده وتنزّلها، ده مش personal branding تمامًا. أنا باتكلّم عن حاجة تكون نابعة منّك أنت، حاجة أنت اللي فعليًا بتشتغل عليها، تمام. في فرق كبير أوي بين إنك تنزّل حاجات مش أنت اللي كاتبها أصلًا أو تنزّل حاجة بتاعتك. ركّز إنك تذاكر وتطوّر من نَفْسك، وفي نَفْس الوقت وأنت ماشي في الرحلة دي شارك الكلام ده مع الناس، ساعتها فعلًا هيكون الحاجة دي organic وهتكون الحاجة دي بتاعتك أنت. بس بعد كده هاقول لك بس إنك تركّز على التابة بتاعة الjobs لو بتدوّر على jobs، زائد إنك لو بتدوّر على jobs في شركات كتير بتنزّل إن هي مثلًا طالبة front end بس مش منزّلها كjob، منزّلها كpost تمام. فوأنت بتدوّر برضه ممكن تsearch في الsearch هنا عن front end developer، front end developer بالشكل ده. بس هتsearch في الposts تمام، هنا من الposts مش الjobs. هتلاقي عندك ناس مختارة أو كاتبة كلمة front end زي ما أنتم شايفين كده. أول post أهو من يومين حد طالب front end 8000 تقريبًا درهم في الإمارات، تمام، بالشكل ده.
ففي jobs كتير بتنزل في هيئة posts مش لازم تلاقيها في الjobs نفسها من هنا يعني، تمام؟ فركّز برضه على التريكاية دي خلّي بالك منها، وأعتقد إنّك محتاج بس تعمل connections مع الناس، لو لقيت حد منزّل حاجة كويسة شارك وتفاعل معاه، نفس الكلام نزّل أنت برضه لو عندك أي أفكار وحابب تشاركها مع الناس، عندك أسئلة حاول تنزّلها، حاول تخلّيك active باختصار، حاول تخلّيك active على LinkedIn لإن ده هيفيدك لمّا تيجي بإذن الله تدوّر على شغل بعد كده، تمام؟ بس أعتقد ده كل حاجة ممكن نتكلّم فيها عن LinkedIn، أنا مش هاخُش بقى في تفاصيل إزاي تعمل account والكلام ده كلّه، حاسس إن في videos كتير جدًا اتكلّمت في الموضوع ده، أنا بس هامُر سريعًا كده على LinkedIn وأدّيك الtips اللي فيه يعني أو الحاجات اللي تخلّي بالك منها. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلّم على GitHub فيديو مهم جدًا، يالّا مستنيك في الفيديو الجاي، سلام.